السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى نعمل مع بعض أكلة شعبية وسريعة ان شاء الله وتعجبكم بإذن الرحمن. انا عندي هنا ربع كيلو عدس، اللي هو عدس بجبة. ماشي، هنزل عليه برتل مية سخنة او باربع كوبايات مية سخنين بتغلي. مش هسلقه، انا هحط عليه العدس. احط على العدس المية 4 كوبايات مية مغليين، وهغطي عليهم واحطهم على جنب. هنا حطيت بقى الحلة على البوتاجاز اهيت. المية حطيتها لما غليت، وبعد كده سقطت المكرونة. حطيت مع المكرونة معلقة ملح، معلقة خل سوري، ونص معلقة ملح. تمام. هديها بقى تقليبة واسيبها. عندي بقى هنا كمية البصل دي، انت حط الكمية اللي انت عايزاها. همسك البصل بقى اقطعه طرنشات كده، حلقات خفيفة خفيفة خالص. هحط بقى على البوتاجاز حلة. ماشي، اللي انا هعمل فيها بقى الحلة دي بقى هعمل فيها كل حاجة. هنزل بقى بالبصل، وبعد كده هنزل برشة ملح خفيفة، ربع معلقة ملح كده. تمام. وبعد كده هنزل بنشا. النشا هيخليلي البصل مقرمش. انا هنزل بالنشا ادي طعم في قلب الحلة دي، وبعد كده هطلعه من الحلة. هحطه في طاسة تانية ألمونيا او في اي طاسة يعني ما فيهاش حاجة بتلزق يعني. حتى الألمونيا مش هتلزق معاكي. هيتحمر معايا ومش هيبقى طري ولا اي حاجه، هيبقى بالعكس مقرمش. تمام. انا هنا صفيت المكرونه وحطيت معلقتين زيت في الحله، ويتنازله بالمكرونه في قلب الحله، وهحط عليها مكعب مرقه ورشه ملح. وهسيبها بقى كده. خلاص المكرونه معايا خلصت. هنرجع بقى هنا للبصله. انا نقلتها من الحله حطيتها في الطاسه. انا خدت الطعم بس اللي هو النشا والحاجه دي. بعد كده لما تنقليها في الطاسه هتبقى عادي خالص معاكي. لو عايزه تكمليها في الحله يبقى بدري النشا من قبليها وحطيه في الحله على الزيت على طول. لكن في قلب الحله انا بعمل كده عشان بس انا عايزه الطعم. هفضل بقى اقلب في البصله كده لغايه ما تتحمر معايا. عايزه اقولك هتبقى مقرمشه جدا. انت هتحسي وانت بتشيلها من على النار ان هي طريه، لكن بعديها ب5 دقايق بعد ما تخرجيها من النار ب5 دقايق وتحطيها في الطبق تلاقيها مقرمشه خالص. اهو بصوا بالطريقه دي. هي دلوقتي معايا طريه لكن هي مش طريه. هي مجرد ما هترتاح في قلب الطبق هتلاقيها مقرمشه وهتقعد معاكي لتاني يوم والله مقرمشه. فانا هحطها بقى في الطبق ونشوف الخطوه التانية ايه. وبعد كده هنزل بقى بنص كوبايه شعريه او كوبايه الا ربع شعريه. هنزل برشه ملح عشان توحد اللون زي ما احنا متفقين. لما تكوني بتحمري لسان عصفور او شعريه هتحمر توحد معاكي اللون. هاجي نازله بقى على مكان البصل في قلب الحله. انا عايزه اقول لكم بس جربوا الطريقه ديت. والله طعم الرز يعني الاكله كلها طعمها هيبقى خطير. بعد كده هنزل بقى بالرز والعدس اللي انا كنت نقعاه صفيته وغسلته كويس قوي. وبعد كده بقى حطيته في قلب الحله. حطيت الشعريه بقى والرز والعدس كله فوق بعضه. الخليط اللي لازق في الحله من النشا والبصل والسرادة بتاعة البصل هيخلي طعم الكشري ده خطير في حتة تانية جدا. الرز ده اصلا هتحبي تاكليه كده لوحده. ماشي، بمسكه بقى اقلبه. وهحط مقدار المية بتاعي. انت يعني خلي عقلة ما بين المية والحلة علشان خاطر ما يعجنش معاكي. وحطي بقى الملح حسب رغبتك انت. وبعد كده بقى همسكه اديله تقليبه بعد ما اتشرب واركنه على جنب على عين صغيره. بص البصل بقى عندي مقرمش ازاي. مجرد بس ما عملت الرز معاكم وحطيت المقادير على بعضها. بص البصل مقرمش ازاي. هتلاقيه ملزق في بعضه. فككيه كده من بعضه هتبصي تلاقيه مقرمش معاكي وزي الفل. والله هيفضل معاكي لتاني يوم. بص هنا الرز بقلبه. بص فلفل ازاي. هو دوبك فاضل له حوالي 3 4 دقايق وهطفي عليه. هاجي بقى هنا للصلصه. هحط في الحله معلقتين زيت. هنزل بحوالي 5 6 فصوص ثوم مهروسين. وبعد كده هطشهم بربع كوبايه خل. وهنزل بقى بعصير الطماطم. انا عندي رتل عصير طماطم، كيلو طماطم ضرباه في الخلاط. هنزل بقى بالطماطم. انا دي طماطم كنت مفرزاها عندي، بس دي حوالي كيلو طماطم او كيلو وربع. فانا كنت مفرزاها عندي. فانا هنزل بقى فيها في الحله واسيبها لما تسيح بقى من بعضها من التلج. وهنحط بقى عليها البهارات. هاجي جايه في حله تانية صغيره لوحديها. هعمل بقى ايه الدقه بخل بتاعه الكشري نفسه، اللي هي بتاعه المحلات. هنعملها بطريقه جميله هتعجبه. هي بتاعه المحلات بالظبط. هنزل بقى هنا في الحله بمعلقه زيت واحده. وهنزل بحوالي فصين 3 توم مهروسين. وبعد كده هاجي نازله نص كوبايه ميه كبيره، او كوبايه ميه من بتاعه الشاي. زي ما انت عايزه بقى. انا عملت هنا كوبايه ميه من بتاعه الشاي. وهنزل بقى بحبه خل قيمه معلقه كده وشويه كمون وشويه ملح. مش هحط بهارات اكتر من كده. وهسيبهم بقى ياخدوا غلوتين كده على البوتاجاز وهاجي طافيه عليه. رجعت بقى هنا للصلصه. هاجي احط عليها بقى شويه شطه خفيفه. مش هكتر في الشطه هنا.
لان انا هعمل شطه بزيت، وهنزل بشويه كمون وشويه ملح وشويه فلفل اسود، وهاجي ايه مقلباهم تقليبه، وهطفي عليها على كده. هاخد بقى في البوله اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، هاخد كبشتين عشان خاطر انا هعمل اللي هي الصلصه اللي هي بشطه، اللي هي بتبقى بزيت ديت، اللي بتبقى محطوطه لوحدها في في الازازه كده على الترابيزه وانت بتاكلي الكشري. هنزل بقى هنا بالشطه ديت فوق البول في قلب البوله. هنزل اكتر بقى في الشطه مع معلقتين زيت تاني. تمام. عايزه تاخديهم ضربه خفيفه في الخلاط والله براحتك، مش عايزه او بالهاند بلندر مش عايزه. انا عن نفسي مش هاخدهم بضربه ولا اي حاجه. هاجي جايه هنا بقى جايبه العيش اللي هو السوري ده او العيش اللي هو الشامي. هفتح الرغيف نصين وهقصه، وعندي زيت غزير جدا سخن جامد. هاجي بعد ما اقص العيش واقطعه بالطريقه دي، هاجي مطلعاه. ما تطلعيش العيش وغامق، لا، لازم تطلعي العيش فاتح شويه زي ما انت شايفه بالطريقه دي. بعد كده هو هيغمق. تيجي حاطه بقى شويه ملح على شويه كمون، وتيجي رشهم على العيش كده محيقاه. ما تكتريش في الملح عشان ما يبقاش حادق معاكي، حبه صغننين خالص، يعني ذره ملح كده وذره وحبه فلفل وحبه كمون. وبعد كده بقى ايه، تعالوا نشوف بقى الخلطه. ادي الصلصه خلصت معانا، وادي العيش، وادي الرز. الاكل كله خطير. جبت بقى ازايز زي كده، آه، حطيت فيهم الدقه اللي هي بشطه، وحطيت فيهم الدقه اللي هي بخل، وزوقت السرفيس زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. وعملت طبق سلطه من بتاعه اللي هي بتاعه الكشري. وقدمت الاكل بالف هنا والشفا زي ما انتوا شايفين. ما تنسونوش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصل لكم كل جديد مني. اكله شعبيه هتعجبكم باذن الرحمن. بالف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.